شميتي الريحة؟ هادي ما تكون غير حورية كويزين. أرواحي معايا نشاركوا الوصفة. نعاود نولي معكم. وهنا في طنجرة ندير شويه تاع الزيت، وفي الزيت نحط الزيت تاعي يسخن، نحط فيه حبيبه تاع البصل، زوج حبيبات زروديه اللي يحب يدير حبه اختياري، زوج سنينات ثوم، الملح، فلفل الكحل، عود قرفه، وحبه تاع الحار اختياري. انا نديرهم كامل في الطنجره تاعي هكذا. هنا بعد ما حطيت كلش يتقلى، نقلي كلش باش نوجد المرق تاعي. هنايا اللي كويس تاعنا اللي كنا ديزوسيناهم في الفيديو الاول، انا جيت هنا زدت ضربتهم مليح بالمرطو باش يتفتحوا لنا مليح، يتفتحوا معنا مليح. نجو هنا للخليط. هنا عندي صدر، درت له المعدنوس، درت له الفلفل الكحل، الملح، الثوم، حبيبه بيض، شويه تاع لا شابلور والفرomاج غابي. وهنا نزيدو نجو هنا نحلو مليح الكويس تاعنا هكذا مليح، نزيدو نحطو شويه الفرomاج غابي باش يجينا بنين هكذا. فرشوه كامل بهذه الطريقه نفرشو هكذا الفرomاج تاعنا، نخلو شويه للتزيين هنا. ونجو نحكمو نديرو بوله هكذا تاع لافاغس تاعنا هكذا، نخدموها مليح ينبول بهذه الطريقه. ونجو نحطوها في الوسط، ما تكبروش لابول بزاف، نزيدو نفس الشيء نفس الطريقه، نزيدو نحكمو هاد لابول نحطوها هنا بهذه الطريقه. نفس الشيء لابول الثالثه هكذا باش تكون المصداقيه تشوفوا قدام عينكم كلش هكذا. لابول الثالثه دركا نجو هنا في البول تاع الشوربه نحكمو 3 خيوط، نديرو هكذا نفرشو الخيط الاول، الخيط الثاني نعكسوهم هكا بهذه الطريقه، والخيط الثالث بهذه الطريقه هكذا. يكونوا بهذه الطريقه، يكونوا يعني كل خيط هكذا بعيد على واحد اخر هكذا بهذه الطريقه. ونجو ناخذوا لاكويس تاعنا، نطموها غير بالعقل هكذا كيما راكم تشوفوا. صح كاع المهم كيفاش تعرفوا طموها بيدكم غير بالعقل هكذا، نغلقوها غير بالعقل هكذا ونحطوها في الوسط. كي نحطوها في الوسط نجو لهنا نسيو نعبزو نغلقوها هكذا غير بالعقل بالطريقه هذه، غير بالعقل. نحكمو الخيط الاول نربطو نزيرو مليح، كي نكونوا نربطو نزيرو هكذا الخيط الاول هكذا، نخلو هكذا. نزيدو الخيط الثاني، ما نزيروش حتى تخرج لنا لافاغس، غير بالعقل هكذا. نعرفوا كيفاش نزيرو بهذه الطريقه. الثاني ونزيدو نجو لهنا للخيط الثالث، اللي لازم نزيرو مليح باسكو هو اللي راح يشد لنا الخيوط هذوما كامل هكذا بهذه الطريقه. حنا الهدف تاعنا نورو الاخوات الطريقه، ماشي الهدف تاعنا باش نورو الى نديرو الفيونداشي ولا الدجاج. الحشو اختياري البنات، من فضلكم الناس اللي تقول ديري الفيونداشي، كاين ناس ما عندهمش هكذا. بهذه الطريقه تجينا نحطوا الحبات هنا. بعد ما كملت كاع الحبات تاوعي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، كيما راكم تشوفوا انا هذه هنا خلاص لي الخيط درت بخيط عادي. نتوما يعني ديروا حسابكم تجيبوا خيط مليح. هادو هما الحبيبات تاوعنا. دركا نجو للمرق تاعنا نمرقو هكذا ونرمو الجلبانه تاعنا، كل واحد يدير الكميه اللي يحب. انا نجي هنا نحط لي كويس تاوعي يطيبوا لي في المرق هكذا بهذه الطريقه هكذا. وكي يطيبوا لي الكويس تاعي ندير لهم شويه زبده ونحطهم في الفور. انا الكميه اللي قعدت لي راني كملتها هنايا، درتها كويرات يعني ياكلوهم دراري. وهنا زدت رافقتها مع البطاطا هكذا باش يجي طبق معسل ما شاء الله هكذا. كي يطيب الدجاج تاعي الفاخسي تاعي لي كويس فاخسي تاوعي نديرهم في الفور، ندهنهم بشويه تاع الزبده ونديرهم في الفور هكذا بهذه الطريقه. ما تكثروش بزاف الماء باش طيب لنا مجمره هكذا.
هو اللي ليكم يستوعب في المرقه تاعي. نجي هنا وندهنهم مليح بالزبده هكذا، دهنهم مليح بالزبده مليح دقيقه هكذا، ونزيد لهم شويه تاع الجبن هكذا باش تغراتينا وملح، نديهم على الفور، ندخلهم على الفور 170 درجه ونخليهم يتحمروا لنا. هنا لحقنا نهايه الطبق تاعنا، قدمناه بشويه تاع المعدنوس والقارص بعد ما تحمروا لنا افخاذ الدجاج. يعني واش نقول لكم، الرائحه راهي ما شاء الله. جربوا الوصفه، وإلا عجبتكم ان شاء الله شاركوا لي على قناتي على اليوتيوب وبارطاجيو معكم لا فيديو باش يحققوا بكل جديد. الريحه واش نقول لكم راهي ما شاء الله تبارك الرحمن، بالصحه والراحه وشكرا.